السلام عليكم بنات. معكم مريم من قناة مريم للطبخ والأعشاب من قلب جبال تاونات. جبت لكم اليوم السر الملكي اللي كانوا جدات كيخبيوه، وصفة الحناء بالدرو و7 ديال الأعشاب معها للقشرة والحكة والفطريات وتساقط الشعر. هذا هو الدرو كما كتشوفوا، ها هو حنا طحناه وها هو اللي باقي عشبه. انا خليت كل حاجه خليتها بالاعشاب ديالهم. المهم انا غادي نوريكم دابايا كل عشبه والاسم ديالها. عندنا هنايا اوراق الزيتون، هانتوما كما كتشوفوا اوراق الزيتون طحناه. عندنا هنايا الداد، هذه الخزامه، هذا القرنفل، وهذا الورد، وهذه الحنه اللي كانت ورق طحناها مزيان. هذا الريحان، ها هو كتشوفوا ورق ومطحون. وبالنسبه لهذا اللي هو الوصفه العجيبه والوصفه السحريه هو السدر. ها هو كما كتشوفوه ورق، وها هو كتشوفوه هنايا. هذا كما كتشوفوا بالنسبه لهذا الغسول اللي مصاوب الاعشاب، مصاوب البلدي ان شاء الله غادي نصاوبوا به التبريمه. كما كتشوفوا هنايا جميع الاعشاب، هادشي كامل اللي شفتوه هنايا مطحون، غربناه وبقى لينا هادو اللي بقاو غادي نسخنوا الماء طايب وغادي نكبوا عليهم وغنغليوه. علاش؟ باش هذاك الماء حنا هذا ما نضيعوهش. هذاك الماء اللي حنايا سخناه طايب وخلطنا مع هذا، طبخنا به هذا، رقدناه فيه، غادي نخلطوا به الحنه ومع هاد الاعشاب كامله. بالنسبه لهاد الاعشاب هادو غادي نهزو كل عشبه غنهزو منها معلقه، كل عشبه غنهزو معلقه. وقبل ما نديرو الحنه، قبل ما نديرو الحنه لراسنا، ضروري ما ندهنو بالزيت المعروف ديال اللي كيكون مرقد في الزريعه ديال الكيف. هاد الزيت كنرطبو به شعرنا باش الحنه، شحال من واحد تيقول لك الحنه كتحر الشعر. لا، بالنسبه ليا انا الحنه ما كتحر الشعر، كتلمعو وكتعطي واحد اللمعان اللي زوين. هذا السر ما كيعطيه حتى واحد. ولكن انا اليوم غادي نفضحو لكم كامل، بقاو معايا حيت النتيجه من اول استعمال غادي تصدمكم. وكنتمنى ان اي واحد دخل القناه ديالي فضلا وليس امرا يدير واحد اشتراك ويبارطاجي مع الحباب والصحاب وواحد اللايك. وان شاء الله راحنا غادي في استمراريه ورجعنا للقناه، وغادي نبقاو نحط لكم فيديوهات، خصوصا دابا الصيف ما كاين غير الفيديوهات ديال الشعر، ديال الوجه، ديال الجمال، ديال كلشي، لان الشعر هو نصف جمال المراه. حيت الشعر الا حافظتي عليه راه تيعطي واحد النظره زوينه. وهاد الوصفه هذه ديال الحنه اللي غندير لكم ان شاء الله غادي نطبقها على الشعر وغادي نوريها لكم ان شاء الله. بقاو معنا ان شاء الله. ملي غادي نخلطوا هاد الحنه هذه غادي ان شاء الله نديرو على الشعر، وغنوريكم الطريقه كيفاش كتستعمل وغتبات في الشعر، وغنغسلوها وغنوريكم النتيجه ديالها كيفاش كتخرج. وعلى بركه الله غادي نبداو ان شاء الله بالتخلاط ديال الحنه. المهم انا كنجيب ديما هاد الطبسيل هذا ديال جده الله يرحمها مسكينه في هذا النهار. هاد الطبسيل هذا زوين، علاش؟ حيت بروس وثقيل، واخا كتحطوا عليه العشفيه ملي كتغلى الحنه كيعطي واحد النظره زوينه. المهم غادي نبداو غناخذوا حنا القياس ديال هاد المعلقه هذه. انا غنصور معكم كل شيء باش نديرو بالتدقيق. ها هي معلقه ديال الريحان، ومعلقه ديال السدر، ها هي، ومعلقه ديال اوراق الزيتون، ومعلقه ديال الورد. وحنا راه تقريبا راه غادي نحطوا الاغلبيه، راه غادي نطبخوا هذا الشيء هذا كامل، غادي نطبخوا ان شاء الله، وغادي الاخر نصاوبوه. معلقه ديال الورد. نصيحه من عندي بالنسبه للقرنفل ما نكثروش منه، نديرو غير راس المعلقه حيت هو سخون مجهد. خزامه،
زعما كل ما كترنا منها زوينه. الداد نديرو منو غير شويه حيت ما كيداش بزاف الشعر، نديرو منو حنا غير شويه، غير شويه ما تنكتروش منو. والوصفه السحريه هي الدرو. الدرو زوين 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 بزاف. هادشي كامل كما كتشوفوا غادي نخلطوه، وغادي نسخنوا الماء مزيان، وغادي نديرو فيهم هذا غيرقد مزيان، وغادي نخلطوها وغنوريها لكم ان شاء الله مخلطه. المهم كما كتشوفوا هاد الوصفه هذه راه ضروري ما كنديروا الزيت لشعرنا، ضروري ما ندهنوا بالزيت اللي حتى هو ملسم بالزرعه ديال الكيف. حيت علاش الزيت كيخلي الزغبه واقفه شويه ورطبه. ملي تنديروا لها حنا الحنه راه ضروري. وبالنسبه للتبريمه ديال الصابون البلدي كنديروا فيها حتى هي تقريبا بحال هكا، تنديروا فيها هاد القوام هذا كامل حتى هما. هاد سميتو ديال الصابون البلدي نجيبو هذا الصابون البلدي غنديروا فيه هادو كاملين اللي حطينا هنايا غنديروا فيه. انا دابا درت لكم جوج وصفات فيديو واحد باش ما نعاودش نديروا فيديو اخر ونطولوا علينا، فهمتي؟ دابا راه غنخلط الحنه ونوريكم كيفاش جات. كما كتشوفوا حنا خلطناها مزيان، ها هي ها نتوما كما كتشوفوا غتجي بحال هكا، وغادي نديروها على الشعر. من بعد غنوريكم النتيجه ديالها كيفاش كتعطي اللون. شوفها هنايا، شوفها هي تبارك الله عاطيه اللون. ها كما كتشوفوا دابا هي حنا خلطنا الحنه ها هي، ودابا غادي نديروها على الشعر. نوريكم الطريقه اللي غنخدموا بها الحنه. غادي نبقاو نحلو بحال هكا وندهنوا على الشعر مزيان ان شاء الله. الحنه ملي غادي تصاوب كلشي وغادي نغسلوا الشعر غادي نوريكم النتيجه النهائيه. كما كتشوفوا دابا راه حنا درنا الحنه الشعر كامل، صاوبنا له الحنه صافي ونخليوها تبات وغادي نمشيو للحمام ان شاء الله. ومني غادي تغسل الحنه غنوريكم الشعر كيفاش كيخرج ناعم وبحالو بحال الحرير. شوفوا اللون ديالها كي داير، ان شاء الله راه غادي يخرج حتى الشعر بحال هكا.